السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم، وان شاء الله اي حاجة اقدمها لكم تنول اعجابكم حبايب قلبي. ودايما بحب انزل لكم الوصفات السهلة البسيطة الاقتصادية جدا، بالذات كمان في غلو الاسعار اللي احنا فيها ديت. عايزين اكل مفيد وصحي لاولادنا ولينا ويكون مش مكلف. فالنهارده حبايب قلبي تعالوا بقى هنعمل مع بعض حبة مسقعة كده. بصوا عجبي جمال جدا جدا، هيفرقوا معاكي طبعا في اي وجبة انتي حباها. الفطار هيكون فيها برضو مسقعة جميلة جدا لأولادك ومفيدة جدا يعني، ومش مكلفة خالص. حاجات بسيطة كده، بعيد بقى عن اللحوم والحاجات ديت. بسم الله ما شاء الله، هنعمل شوية مسقعة جمال بسم الله ما شاء الله. معاكي في الغدا هتعجبك برضو. في العشاء حابة تعمليها أكل شعبي. في الفطار موجود معاكي في أي وجبة انت حابة تعمليها جنب أكل إضافي بقى. شوية بطاطس صوابع متحمرين كده جمال جدا، طبق سلطة خرافة كده، طبق فول بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا ونسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المكونات بتاعة المسقعة بتاعتنا الجميلة ديت. هيكون معانا كده ده عدد من 2 بتنجان كبير، حجم كبير كده جميل جدا. كده قطعته مكعبات زي ما انتم شايفينه كده، وكمان بطاطاية كبيرة كده مقطعاها مكعبات برضو بنفس الطريقة اللي قطعت بيها المكعبات بتاعة البطاطس، بقطع بيها المكعبات بتاعة ايه البتنجان. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، حطيت مية ومعلقة من الملح على البطاطس طبعا بعد ما غسلتها غسيل كويس كده، ونقعتها في المية ديت. البتنجان بقى مش بحب اضيف عليه ميه خالص، طبعا بحط ملح بس كده على البتنجان، وزي ما انتم شايفين بقلبه كده وبسيبه بينزل بقى السوائل اللي فيه كلها، والميه اللي بتبقى غامقه فيه دي بتنزل. هوريها لكم برضو. وبنقعهم شويه كده يعني حوالي نص ساعه ربع ساعه، مستعجله خالص ما تنقعيش يعني، سيبيه 5 دقايق بس كده يا دوب على ما الزيت بتاعك يكون سخن معاكي كده ان انت تشتغلي عليه بقى. خلاص اقلي الحاجة بتاعتك بقى وحمريها كده. تعالي بقى هوريكي. ضيفي بقى زيت في مقلاية عندك ولا اي حاجة، ويا دوب كده يسخن. حطي بس شفت قرن الفلفل اللي انا حطيته دوت، بيخلي ريحة الزيت بتاعك تحفة وجميل بسم الله ما شاء الله. بيخلي الحاجة بتاعتك يعني، شفت الفلفل لما بيتقلى كده بيكون ريحته جميلة جدا. ده بيدي الزيت بتاعنا طعم الفلفل دوت، وبيخلي البطاطس بتاعتنا طعمها جميل جدا بطعم الفلفل ده والبتنجان. وزي ما انتم شايفين حبايب قلبي كده قليت البطاطس محمرتهاش قوي طبعا. البطاطس دي من النوع اللي بتستوى بسرعة، مش بتاخد معايا سوا، فهي انا طلعتها محمرتهاش قوي يعني، بيكون لون فاتح كده. دي المية حبيبة قلبي هي اللي البتنجان صفت منه خلاص. يا دوب ربع ساعة بس نزلت معايا السوائل اللي في البتنجان ديت، بتخليها بقى ما ياخدش معايا زيت خالص وهو بيتحمر، وبيكون جميل جدا. تعالوا بقى كده بعد ما قلينا البطاطس بتاعتنا والبتنجان وجهزناهم كده على جنب كده، نحطهم وفي نفس الزيت اللي احنا محمرين فيه البطاطس والبتنجان بتاعنا هناخد منه كده شوية ايه في حلة كده لوحدهم، وتومة مهروسة بقى ونضيفهم على بعض كده ونحمر التومة بتاعتنا كده يعني ده لون ذهبي طبعا. بصوا بقى حبة مسقعة بسم الله ما شاء الله من الآخر جمال جدا. عندك فلفل اخضر ضيفي كده على التومة بيطلع ريحة جميلة جدا. انا الصراحة ما كانش عندي فلفل اخضر، كان عندي بس فلفل الوان فاستكفيت بيه كده. برضو ريحته طالعة جميلة جدا 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 وحلوة قوي في المسقعة، وطعمه جمال جميل جدا. بصوا بقى جمال اللون بتاع التومة بتاعتنا صفرة ذهبي كده، ده اللون المطلوب معايا حلو قوي. بعد كده بضيف عليه معلقتين من الخل او معلقة بسيطة كده من الخل حبايب قلبي. ما تكتريش طبعا عشان ما تقلبش معاكي بقى طعم الفتة، بس بسم الله ما شاء الله بتخليها جميلة جدا. وعصرت كمان طماطم يعني اما عصير طماطم كده ضفته عليها سوري يا حبايبي. وبتبل بقى يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. اي توابل عندك ضيفيها، طبعا الملح ده اساسي لازم نضيفه. وبسيب بقى الطماطم بتاعتنا
تتسبك كويس، ويعني ايه تتسبك. الزيت بتاعها يعوم كده على الوش بقى، ويكون خلاص نشفت معاكي كده، بتكون جاهزة طبعا. وبعد ما الطماطم تستوى بقى خالص كده، انا طبعا بحب الحاجة بتاعتي تكون حامية كده، يعني حراقة، بس ما بكترش طبعا عشان اولادي اطفال لسه. ضفت كده سنة صغيرة خالص من هريسة الشطة اللي احنا عاملينها وحطيناها في التلاجة. تمام. هجهز بقى معايا طاجن كده هنزل بيه. هنزل في قلبه كده بالصلصة بتاعتي اللي انا جهزتها وسبكت كويس زي ما انتم شايفين كده، واقلب كل المكونات اللي معايا ديت على بعضها في قلب الطاجن كده. بسم الله ما شاء الله، بيكون طاجن مسقعة جميل جدا، عجبي زي ما بتقولي. انا كنت بره وجبت من بره اكل وكده، وكان موجود طبق مسقعة. والله يا جماعة حاجة لا تذكر، شيء لا يذكر كده. يعني ما يأكلش اصلا شخص واحد حتى، ولا يشبع ولا يعني مش كتير خالص. طبق صغير خالص كده هو ب5 جنيه. والله استغربت جدا جدا جدا. لا ده انا هعمل لكم طاجن بحاله وتختصوا فيه زي ما انتوا شايفين كده. دخلته الفرن بقى، اخد معايا لون كده، وبصوا شفتوا بقى البقبقة ديت طالعة جميلة وريحتها جميل جدا، والفلفل في قلبه تحفة، وكمان اللون، والبطاطس مستوية جدا، البتنجان بتاعنا مستوي، لونه تحفة وجميل، الطماطم بتاعتنا مخليه جميل، وكمان معاه يعني سايبة فيه كده شوية صوص كده يغمسه. بسم الله ما شاء الله عليه، دي وصفة جميلة جدا جدا، وكمان مش مكلفة خالص واقتصادية خالص اهي، بعيد عن اللحوم والفراخ اللي غلت والحاجة ديت، وحاجات مغذية جدا. غذي اولادك وغذي بيتك. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. والله الطبق اللي اشتريته من بره كان نص الطبق دوت، ما كانش كمان طبق كتير كده. بألف أنا يا حبايب قلبي، ويا رب وصفاتي تعجبكم، وفي حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.